ملخص اخبار النهارده اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. جايب لك شويه اخبار كده على الرايق. قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه. اللايك والمتابعه مش هيكلفوك حاجه ولكن هيفيدوني جدا، فاضغط متابعه فضلا وليس امر. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. وفقا لموقع في الجول، الاهلي موافق على اعاره حمزه عبد الكريم الى برشلونه من حيث المبدا ولا يمانع مجانية الإعارة. وفقا لموقع 247 سبورتس، طلب مدرب الأهلي يتحفظ على صفقة المهاجم الأردني علي علوان ولم يحسم القرار النهائي بشأن انضمامه للأهلي في يناير، والأقرب أن هناك خيارات أخرى مطروحة وسيتم حسم المهاجم الجديد خلال أيام. تقارير محمد مجدي قفشه يفسخ تعاقده مع وكيل أعماله ويطالب بالرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي. اللاعب يمتلك عرضا قطريا وآخر من ليبيا، وفرصة بقائه في الأهلي باتت ضعيفة. حامد حمدان بديلا لأليو ديانج في وسط الأهلي، ومدافع أجنبي يعوض رحيل ديانج في قائمة الأجانب. موقع 247 سبورتس، جون إدوارد يطالب أحمد حمدي لاعب الزمالك بإحضار عرض للرحيل عن صفوف الفريق. اتحاد الكورة ينفي رسميا تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا للاتحاد. السنغالي عيسى سي حكما للساحة في مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية. وفقا لصحيفة اس الأسبانية، سيواجه منتخب مصر منتخب أسبانيا، بينما سيواجه منتخب قطر منتخب الأرجنتين في مباريات مقررة خلال فترة التوقف الدولي قبل كأس الفينا لاميسيا. بس كده صديقي، دي أخبار النهاردة. طبعا أنا ملخص لك الأخبار، جايب لك الأخبار الملخصة، مش عايز أكركب لك الدنيا، أنا بجيب لك الحاجة المفيدة من مصدر موثوق، يعني ما بجيبلكش أي أخبار وخلاص. بس كده، قبل ما ننهي الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، سلام.